وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله ذي الشرف المتين، أنزل على أشرف رسله محمد الصادق الأمين أشرف كتبه كلام رب العالمين بأشرف اللغات بلسان عربي مبين، صلوات الله وسلامه على محمد أفضل من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه قدوة في الهداية والرشاد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة السلام الفضائية. وتناولنا في الحلقة السابقة دور المقول في هدم اللغة العربية أو الحضارة الإسلامية في بغداد، وإضعاف المسلمين في ذاك الوقت. وفي هذه الحلقة نتناول دور الصليبيين في هدم الإسلام وهدم اللغة العربية، والفرق بين المقول والصليب. أولئك كانوا ليسوا من أهل ديانة، كانوا وثنيين، أما هؤلاء فينتسبون إلى النصرانية وإلى الصليب. فهؤلاء كانوا ينطلقون من عقيدة النصرانية، لذلك كان حقدهم أكبر من المقول. لم تكد الأمة الإسلامية والعربية تتعافى من جراح الهجمة المقولية الهمجية من الشرق، وشاء الله أن يتربص بها أعداء من الغرب ليفتكوا بها ويأتوا على ما لم يستطع المقول أن يمحوه في كيانها ومجدها. وفرضت عليها الحروب الصليبية التي استمرت عدة قرون. هذه الحروب الصليبية التي استمرت لعدة قرون من عام 1096 إلى 1291 ميلادية، وسميت بهذا الاسم الصليبية. وكانت حروب فرسان وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الذين شاركوا فيها وتواروا تحت رداء الدين النصراني أو المسيحي، وشعار الصليب كان يرفعون الصليب من أجل الدفاع عنه، وذلك لتحقيق هدفهم الرئيس هو الاستيلاء على أرض المشرق في الوقت الذي كان فيه الشرق منبع الثروات. طبعا عندما فتح سيدنا عمر بن الخطاب مدينة القدس في ذلك الوقت كانت للبيزنطيين وكانت عاصمة النصارى، كانت قلوبهم تغلي حقدا على ذاك الفتح الذي كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. وكانت الحروب الصليبية عبارة عن سلسلة من الحملات، هي ليست حملة بل هي حملات العسكرية نظمتها جهات وأطراف نصرانية من أجل استعادة أورشليم والأراضي المقدسة من سيطرة المسلمين. أورشليم يقصد بها القدس، مسجد الأقصى. في الحقيقة كانت هنالك 8 حروب صليبية موثقة ما بين 1095 إلى 1270 ميلادية، بالإضافة إلى العديد من الحملات غير النظامية الأخرى. وقد أفرزت كل حملة نجاحات وإخفاقات، وقد أفرزت كل حملة نجاحات وإخفاقات متباينة، ولكن في النهاية كان الفشل مصير جميع الحملات التي سعت في تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في إبقاء أورشليم أي القدس والأراضي المقدسة في أيدي النصارى. ومع ذلك استمر هذا الحماس الصليبي حتى القرن السادس عشر، وفتح القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس. ما هي
الدوافع أو أسباب الحروب الصليبية. للحروب الصليبية عدة أسباب ودوافع، والمؤرخون والمحللون انقسموا في ذلك إلى فرق شتى، فمنهم من يؤكد الدافع الديني، وهو هذا الصحيح، هو الدافع الديني الذي دفعهم لقتال المسلمين، وآخرون يؤكدون الدوافع الاقتصادية، وفريق ثالث يؤكد الدوافع السياسية، وفريق رابع يؤكد الأبعاد الأخلاقية لهذه الحرب. وهذه بعض الدوافع. أولا الدافع الديني، كان الدافع الديني للحروب الصليبية واضحا عند البابا والقساوسة والرهبان، وعند بعض الأمراء والقوات، كما أنه كان الهدف المعلن للحرب إنها حرب صليبية، إرجاع الصليب. فإنقاذ الدولة البيزنطينية من المسلمين كان السبب المتداول بين الناس، وذلك لتحميس الجيوش والشعوب. يعني الإسلام انتشر في أوروبا، وانتشر في آسيا، وانتشر في كل مناطق العالم، وخاصة الدولة البيزنطينية التي كانت تنتمي للنصارى، لذلك رفعوا الصليب، وذلك لتحميس الشعوب والجيوش النصرانية. ثانيا الدافع الاقتصادي. الدافع الاقتصادي أيضا من أهم الدوافع للحروب الصليبية. الآن نرى كذلك الآن الحروب التي تدار في عالمنا هذا أو في أيامنا المعاصرة، تجد هنالك يعني قصد ديني، وهنالك دافع اقتصادي هكذا. فلكل حروب لها دوافعها، قد تجتمع كلها وقد تكون دافع واحد من أسباب الهجوم على الدولة الإسلامية. فالدافع الاقتصاد أيضا من أهم الدوافع للحروب الصليبية، فالجموع الهائلة من العامة خرجت لإحباطها التام من الحصول على أي قسط من رغد الحياة في أوروبا، كما أن الأمراء والإقطاعيون ما خرجوا إلا من أجل الثراء والتملك، لأن القانون الأوروبي آنذاك كان يمنع تقسيم الميراث على كل الأبناء، بل كانت تنتقل الإقطاعية بكاملها إلى الابن الأكبر بعد وفاة الأب. لذلك رأوا في بلاد الإسلام هنالك حرية للإنسان أن يمتلك كل ما يشاء، لا يوجد إقطاعية أو الرأسمالية في الإسلام أو في بلاد الإسلام. وأما الدافع السياسي كان دافعا رئيسيا عند البابا، فكان يطمح بأن يكون هو الزعيم الأكبر والأوحد للمسيحيين جميعا في العالم، ولذلك كان يرى أن فرصته لتحقيق هدفه هي انتصاره على المسلمين وتوحيد الكنيستين الغربية والشرقية. هذا دافع ديني كذلك، ليس سياسي. فهكذا كانوا يغزون بلاد المسلمين لتوحيد النصارى والقضاء على الإسلام. الدافع الرابع وهو الدافع الاجتماعي، كان الفلاحون والعبيد في أوروبا قبيل الحروب الصليبية يعيشون حياة مذلة، ولم يكن لهم حقوق بالمرة، ولذلك رأى العوام الفلاحون في أوروبا أن هذه فرصتهم لتغيير نظامهم، يعني يدخلوا في هذه الحروب وينتشروا في بلاد الإسلام ويجدوا لهم مكانة، ومنهم من دخل الإسلام بالتأثير. ولذلك خرج الفلاحون في الحروب الصليبية بنسائهم وأبنائهم. ما هي الآثار السلبية للحروب الصليبية للثقافة الإسلامية والعربية؟ وتأثيرات الحروب الصليبية كانت بعيدة المدى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودون الدخول في تفاصيل هذه الحروب، فقد تسببت بلا شك في تأخر الأمة الإسلامية والعربية، وأرهقتها وخلفتها عن مواصلة ركب التقدم العلمي والحضاري، وسلبت مواردها. يعني أصبحت الدول الإسلامية كدولنا هذا في أيامنا هذا دول فقيرة يتملكها الآخرون،
وأهدرت مقدراتها وعلمائها، وحطمت كثيرا من أحلامها. وعلى الرغم من ذلك لم تندحر الحضارة الإسلامية ولا اللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الإسلام، بحفظ القرآن الكريم وهو الإسلام، وبحفظه للقرآن الكريم حفظه للغة العربية التي نزل بها، بل واستوعبت وصبرت وجاهدت، بل هدت أعداءها إلى سبيل العلم والحضارة والرشاد. إذن الآثار السلبية حصلت في إرهاق المسلمين وتخلفهم عن مواصلة ركب التقدم، وتأخر حصل للمسلمين، وأهدرت مقدراتهم، وقتل علماؤهم، وحطمت كثير من أحلامهم. إذن هذه الآثار السلبية للهجمة الصليبية في ديار الإسلام. وأما الآثار الإيجابية للحروب الصليبية، على الرغم من النتائج الكارثية للحروب الصليبية على الأمة الإسلامية والعربية لغة وشعبا وحضارة وعلما، إلا أن الحضارة العربية روضت أعداءها بما تمتلكه من مقومات البقاء والصمود. من ذلك ما شاهده ابن جبير في حاضرة الصقلية، من ذلك قوله: وزي النصرانيات في المدينة زي نساء المسلمين. هكذا تأثر النساء بنساء المسلمين بالثقافة الإسلامية بالدين الإسلامي، فكان هنالك تأثير، هذه من الإيجابيات. ومتلحفات متنقبات، بنات أوروبا أو نساء أوروبا كن في ذاك الوقت يلبسن زي نساء المسلمين وهو الحجاب، فمتلحفات ومتنقبات. ولقد أعجب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية، ومنهم روجر الثاني أحد ملوك الصقلية الذي أحضر كثيرا من الكتب العربية. فاصل قصير. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد فاصل قصير. نواصل ما كنا فيه في سرد هذه القصة التاريخية للحروب الصليبية التي هجمت على بلاد المسلمين. كما ذكرنا، هذا الرجل استحضر كثيرا من الكتب العربية وأمر بترجمتها، وكان يجل العلماء المسلمين ويقدرهم. فكان الإدريسي إذا جاء إلى مجلسه أكرمه واحترمه ووسع له لقرد لكي يأخذ علوم الإسلام، وأخذ علوم الإسلام والعربية وترجموها إلى لغاتهم. ودرس النصارى في بلاد المشرق الإسلامي بما يسمى المستشرقين، الذين درسوا الإسلام واللغة العربية حتى يتسنى لهم كيف يحاربون الإسلام. وكذلك الإمبراطور فريدريك الثاني الذي كان متأثرا بكل ما هو عربي. يعني هذه من الإيجابيات في الحروب الصليبية. الناس يعني اختلطوا مع المسلمين ورأوا أخلاقهم وكذا وتأثروا. وفي النهاية الإنسان هو الإنسان، يتأثر أو يؤثر على من حوله. وكذلك الإمبراطور فريدريك الثاني الذي كان متأثرا بكل ما هو عربي، وكان يجيد اللغة العربية كما لو كانت لغته الأم. وخلال طفولته كان على علاقة بقادة المسلمين في مدينة، الذي قدم له عددا من الكتب العربية في تلك العلوم. كانوا يدرسون اللغات العربية وغير العربية حتى يتواصلوا مع العالم. ليست مشكلة بأن تتعلم أي لغة،
ولكن أن تفتخر بهويتك العربية والإسلامية، هذا هو المهم. ويقول ابن جبير عن الأخير: ومن عجيب شأنه المتحدث بأنه يقرأ ويكتب بالعربية. هذا الرجل الصليبي الإمبراطور أو النصراني كان يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. وكانت أعداد كبيرة من العلماء الأوروبيين اهتمت بالترجمة من الثقافة الإسلامية إلى اللغات الأوروبية في الحياة الفكرية في أوروبا الغربية، ما يسمى بالمستشرقين الذين درسوا في المعاهد والجامعات الإسلامية في المشرق الإسلامي. وقد أحدثت هذه التراجم كلها في أوروبا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر، ذلك أن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام واليونان كان له أعمق الأثر في استنارة العلماء الذين بدأوا يستيقظون من سباتهم. لذلك ما قال الشاعر: كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه وشمس أندلس بالعلم تهديه. هكذا في ذاك الوقت كانت أوروبا تعيش في ظلام دامس، وكانت الأندلس منار من منارات الإسلام، وسيأتي الحديث عن الأندلس والثقافة ونشر الثقافة الإسلامية والعربية في ذاك العصر إن شاء الله. وكذلك أثارت هذه التراجم عقل أوروبي وحفزته إلى البحث والتفكير، يعني عندما درسوا العلوم العربية الواسعة حفزتهم إلى البحث والتفكير. وشاع لدى النصارى في بعض مناطق أوروبا خاصة في المماليك النصرانية في الأندلس بعد الكلمات العربية ذات المدلول الديني، يعني تأثروا بالكلمات العربية في لغاتهم، تأثير اللغة العربية في مفردات اللغات الأجنبية في ذلك العصر وما شابه ذلك. وكان بعض الصليبيين الذين قدموا من أوروبا وعاشوا فترة في البلاد الإسلامية قد اكتسبوا اللغة العربية، ولا شك أن هؤلاء عند عودتهم إلى بلدانهم لم ينسوا اللغة العربية التي اكتسبوها في البلاد الإسلامية. لذلك نجد هنالك تاريخ عن العرب كتبه علماء من الصليبيين باللغة العربية وترجم ثم بعد ذلك إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات. وما نقلته مفرداته إليهم من بعد المفاهيم الدينية. يعني الحاجز الآن بين الإسلام بين المسلمين وغير المسلمين هو حاجز اللغة. إذا عرف الناس اللغة العربية يسهل لهم الفهم، لذلك من الضروري على المسلم أن يتعلم اللغة العربية ويحافظ على هويته العربية ولسانه العربي. ولا شك أن هؤلاء عند عودتهم إلى بلدانهم لم ينسوا اللغة العربية التي اكتسبوها في البلاد الإسلامية، يعني تأثروا بالمحيط العربي الذي كانوا يعيشون فيه. والإنسان إما مؤثر أو متأثر، هكذا. وما نقلته مفرداتها إليهم من بعد المفاهيم الدينية عن الإسلام والتي كانوا يجهلونها قبل ذلك، فنقلوها هم بدورهم إلى أفراد مجتمعاتهم في البلاد الأوروبية. ولكثرة المتحدثين باللغة العربية في بعض البلاد الأوروبية ولكثرة المقبلين على تعلمها اتخذت لغة رسمية في بعض المناطق بجانب اللغات الأوروبية. يعني هذه اللغة هذه من الإيجابيات للهجمة الصليبية، نقلوا اللغة العربية إلى بلدانهم وأصبحت لها شأن وشأوا عظيما في بلاد الصليب في أوروبا. ففي صقلية مثلا كانت اللغة العربية إحدى اللغات الثلاثة التي أقرتها الدولة في سجلاتها بجانب اليونانية واللاتينية. وفي بعض المناطق التي زحف إليها النصارى في الأندلس كطليطلة وقرطبة والمناطق الشمالية والغربية وغيرها
كانت هنالك لغتان، الأسبانية والعربية. لذلك اللغة الأسبانية فيها مفردات كثيرة، كما اللغة التركية فيها مفردات عربية كثيرة تأثرت بالمجتمع المسلم. بل إن بعض المفكرين الأوروبيين المتعصبين تأسف كثيرا على هجر كثير من النصارى لغتهم اللاتينية وولعهم باللغة العربية وثقافتها، لأن اللغة العربية فيها ثراء علمي ومعرفي ومفردات قوية جدا وجميلة. لذلك حقد هذا المفكر أو بعض المفكرين حقدوا على اللغة العربية وحاربوها وبدلوا مكانها اللغات اللاتينية. ولم يقتصروا الإقبال على اللغة العربية من عامة الناس في أوروبا، بل أن أعدادا من القادة الأوروبيين تعلموها وتحدثوا بها. هذه من إيجابيات الحروب الصليبية التي فتحت آفاقهم في بلاد الإسلام، وعرفوا الإسلام عن كثب عن قرب وتأثروا به، وخاصة بثقافته العربية. ولذلك فإن شيوع اللغة العربية نسبيا في المجتمعات الأوروبية وكثرة الإقبال على تعلمها جعل أحد رجال الدين النصارى في مجمع فيينا يدعو إلى إنشاء 6 مدارس لتعليم اللغة الشرقية أي العربية في أوروبا. هكذا إذ أدركوا أن تعلم اللغة العربية أمر ضروري للوصول لأهدافهم الدينية والاقتصادية، حتى يقرأوا تاريخ الإسلام ويزورونه وكذا. هذا مقصد آخر. وفي مقصد ثاني وهو تعلم لغة أخرى والتواصل مع الحضارة الإسلامية. وكان هذا سببا في إهمال اللغة اللاتينية والإقريقية إلى حد كبير وإحياء اللغات الشعبية. وصنفت كذلك المعاجم العربية الأوروبية لمعاونة المترجمين والمتعلمين. ولهذا الانتشار للغة العربية في أوروبا كان للجهود الدعوية المختلفة التي بذلها المسلمون في هذه الفترة تجاه النصارى، وتسللت مئات الكلمات العربية إلى اللغة الأوروبية، خاصة في اللغة الإنجليزية والأسبانية. ومن آثار الحروب الصليبية الإيجابية ترجموا القرآن باللغة الأسبانية وباللغة الإنجليزية حتى يعرفوا معنى القرآن ويحرفونه أو يدخلون فيه بعض الأشياء. ومنهم من أراد أن يعرف ما معنى هذا القرآن وما مقصوده، لذلك ترجموا القرآن إلى عدة لغات. وترجمة الإنجيل كذلك إلى اللغة العربية ليستعين به الداعون إلى النصرانية من جانب، ولا سيما في البلاد العربية في الشام وغيرها. ترجم هذا الكتاب، كتاب الإنجيل، إلى اللغة العربية، وهذا من الإيجابيات. يعني جعل اللغة العربية تنتشر في أوساط النصارى والأوروبيين، وليكون في متناول المسلمين لقراءته واطلاع عليه من جانب آخر. كذلك الإنجيل ترجم حتى يسهل للمسلمين أن يطلعوا على الإنجيل، منهم من هدي به ومنهم من تركه. يعني هم قصدوا بذلك أن يتعرف المسلمون على الإنجيل وقد يقتنعوا به، ومنهم من رفض قراءته، وهكذا. وكذلك ظهور الاستشراق هو دراسة تراث الشرق. المستشرق معناها دراسة الشرق وتاريخه وعاداته وتقاليده. وقد بدأت طلائع المستشرقين تعنى بهذه الدراسات منذ القرن العاشر الميلادي إلى يومنا هذا. حتى في بعض الجامعات الآن الموجودة في العالم في عهدنا أو في عصرنا الحاضر هنالك كليات الدراسات الإسلامية في أرقى جامعات ودراسات الشرقية تتناول اللغة العربية والإسلام. إنشاء مكتبات شرقية في أوروبا مثل مكتبة باريس الوطنية
وفيها 7000 مخطوطة عربية. هم سرقوا هذه المخطوطات بعد ما أن دخلوا في بلاد المسلمين، ولا سيما بغداد عاصمة الدولة العباسية الإسلامية. وكذلك مكتبة المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية وإنشاء المطابع الشرقية كمطبعة إيطاليا ومطبعة فرنسا كانت تطبع الكتب الإسلامية. إنشاء المجلات الشرقية التي كان للمستشرقين الفرنسيين فيها جهود معروفة، مثل صحيفة العلماء ومجلة الجمعية الملكية الآسيوية والمجلة الإفريقية والمجلة التاريخية، هذه كانت تكتب باللغة العربية. وهذا من إيجابية الحملة الصليبية على الإسلام في نشر لغة الإسلام وثقافته وحضارته. وبصفة عامة فإن الحروب الصليبية عرفت دول غرب أوروبا على الحضارة الإسلامية، لأنه كانوا مقلقين في أنفسهم حينما ذهبوا إلى بلاد الإسلام وغزوها وتعرفوا على الإسلام والمسلمين عن قرب. دخل الإسلام في أوروبا وانتشر فيه بكثرة. وبصفة عامة فإن الحروب الصليبية عرفت دول غرب أوروبا على الحضارة الإسلامية بشكل أعمق وأعرض، وتركت في حضارة أوروبا في العصر النهضة سمات ودلائل تشير إلى التأثر بالحضارة الإسلامية والنقل عنها في سائر العلوم كالطب والرياضيات والفلك وعلوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والمعادن والصيدلة. هذا كان تفوق فيه المسلمون قبل عصر النهضة بوقت كبير، فأخذوا يترجمون الذخائر العلمية وينقلون إلى العربية علوم الإغريق والرومان والفرس والهنود. وأقيمت دور كتب والمكتبات، وفتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم وتنافسوا في رعاية العلم. وهذه من الإيجابيات للحملة الصليبية، كما كانت إيجابيات للحملة التترية في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية بين الأمم. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي